أوه يا دلو، القلب بيغلي والعقل مش عارف يهدى. أغسطس بالنسبة لك هو شهر قرارات عاطفية مصيرية، خاصة بعد كم التردد اللي كنت فيه في الشهور اللي فاتت. لو مرتبط، العلاقة داخلة في مرحلة حساسة جداً، وممكن توصلكوا لنقطة نكون أو لا نكون. لو حسيت إنك بتتظلم أو مش بتتقدر، هتاخد خطوة مفاجأة، بس خليك حكيم وما تنساش تشوف الأمور من زاوية شريكك كمان. لو سنجل، في إعجاب جديد داخل حياتك، الشخص ده غامض وساحر بس برضو مش واضح قوي. هتتحمس بسرعة وبعدها تشك، فخد وقتك في التعارف وما تجريش بقلبك من أول لحظة. نصيحة الحب: اسمع لقلبك، بس خليه يعرض الموضوع على عقلك قبل ما يمضي عليه. الشغل والوظيفة، النجوم بتقولك في فرصة كبيرة جاية، بس أنت لازم تكون جاهز تستقبلها. في احتمالية لتغيير وظيفة أو عرض غير متوقع من جهة كنت فاقد الأمل فيها. خد بالك كويس من أول أسبوعين في الشهر، لأنهم هيحددوا مسار الشهر كله. لو بتشتغل حر أو فريلانسر، في مشروع هيطلب منك جهد ذهني عالي، بس المقابل المادي حلو جداً. حاول توازن بين شغلك وراحتك عشان ما تنفجرش من الضغط. أيام القوة المهنية: 6، 13، 18، 27 أغسطس. أيام الحذر: 9، 14، 21. الفلوس والجانب المادي، مفيش شك إنك بتمر بمرحلة مراجعة مالية. تحاول تقفل على مصاريفك وتدور على مصادر دخل تانية. في فلوس راجعة ليك من جهة قديمة أو حد مديون لك، ودي هتفرق معاك في آخر الشهر. وفي كمان عرض شراكة ممكن يخليك تفكر تعمل مشروع جانبي، بس راجع التفاصيل القانونية كويس. نصيحة الفلوس: كل جنيه هيجيلك الشهر ده هو مسؤولية، خليك حكيم في الصرف. الطاقة العامة والصحة: طاقتك النفسية طلع نزلة، بس ده طبيعي وانت بتعدي مرحلة انتقالية في حياتك. أغسطس محتاج منك تنظم نومك، تقلل الكافيين، وكمان تهتم بأكلك لأن معدتك باين عليها بتشتكي. في شوية قلق أو تفكير زايد، حاول تمشي، تكتب أو تتكلم مع حد قريب لقلبك. مجرد فضفضة هتفرق كتير في حالتك النفسية. العلاقات الاجتماعية والعائلية: برج الدلو معروف إنه اجتماعي، بس الشهر ده هتميل للعزلة شوية، وده مش وحش، بس خليك واخد بالك ما تبعدش فجأة عن الناس اللي بتحبك. في تواصل قوي مع شخص قديم في حياتك، سواء صديق أو حب قديم. الشخص ده هيجي يطلب فرصة أو يعتذر. هل تقبل؟ القرار ليك، بس ما تتسرعش. أوقاتك مع العيلة هتبقى دافية، بس محتاج تكون مرن في النقاش. الخلافات القديمة ممكن تطلع فجأة لو ما تلمتش. الكوكب بيقولك: اسأل نفسك، لو مفيش خوف كنت هتختار إيه؟ الكون بيقولك: الطريق اللي انت واقف قدامه دلوقتي محتاج شجاعة، مش بس عشان تمشي فيه، لكن عشان تعترف إنك عايزه فعلاً. شاركنا في الكومنتات يا برج الدلو، إيه أكتر قرار أنت محتار فيه الشهر ده؟ وهتسمع لقلبك ولا لعقلك؟ اشترك في قناة هيرسكوب وخلي الجرس شغال عشان توصلك باقي الأبراج أول بأول. الدلو دايماً مختلف، بس لما يقرر بيغير العالم.